أهلا بيك في بودكاست كلمة ونص. هنا بنختصر لك فكرة أو فكرتين من كتاب في أقل من 10 دقايق. اسمع، فكر، واطلع بحاجة. كلمة ونص تكفي وتزيد. الساعة 9 الصبح، سارة بتفتح اللابتوب بتاعها زي كل يوم، بس النهاردة مختلف. رسالة إيميل واحد غيرت حياتها للأبد. الشركة هتقفل خلال شهرين. سارة قعدت تبص في الشاشة 10 دقايق مش مصدقة. طب دلوقتي إيه؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلمة ونص. في حلقتنا النهاردة هاخدك في رحلة ملهمة مع ملخص كتاب من حرك قطعة الجبن الخاصة بي لسبنسر جونسون، واحد من أشهر كتب تطوير الذات والتغيير في الحياة. هنعرف إزاي نتكيف مع الأزمات عشان نكمل طريق النجاح. عايزين تعرفوا إيه اللي حصل لسارة؟ قبل ما أقول لكم، خلونا نلعب لعبة صغيرة تخلينا نحس نفس شعور سارة دلوقتي. غمضوا عينيكم. تخيلوا إن أهم حاجة في حياتكم دلوقتي، اللي هي ممكن تكون شغلكم، فلوسكم، حبيبكم أو حبيبتكم، أو حتى صحتكم، اختفت بكرة الصبح. خلاص مش موجودة. حسيتوا بإيه؟ الشعور ده نفس اللي سارة حسيته، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. سارة 32 سنة، مديرة تسويق، شغالة في نفس الشركة من 7 سنين. حياتها منظمة، بتصحى 6:30 الصبح، شغل من 8:30، وبترجع البيت 6 بالليل. لما سارة شافت الإيميل، أول حاجة عملتها إن هي جريت على مديرها. قالت له: هو إيه الميل اللي اتبعت ده؟ أكيد في حاجة غلط، مش كده؟ قال لها: للأسف يا سارة، القرار نهائي. طب تفتكروا سارة عملت إيه بعدها؟ سارة روحت البيت اليوم ده، قعدت على الكنبة وبدأت تعيط، وفضلت مكتئبة الأيام، مش عارفة المفروض تعمل إيه دلوقتي. وكل اللي بتفكر فيه: أكيد هيحصل تغيير، أكيد الشركة هتكمل، مش معقول هيقفلوا فجأة. سارة فكرت تتصل بصاحبتها الحكيمة نورة وعرفتها اللي حصل. فنورة قالت لها: انت بتفكريني بقصة قريتها في كتاب من كام شهر، واللي بتتكلم عن 4 أصدقاء عايشين في متاهة، بيحبوا الجبنة وبيعتمدوا عليها. سنيف وسكوري دول فقرين صغيرين، بيفكروا ببساطة وبيتحركوا بسرعة. هيم وهو دول 2 من البشر الصغيرين، أذكياء لكن بيعقدوا الأمور أحيانا، وكلهم كانوا بيعيشوا في متاهة وبياكلوا الجبنة من مكان واحد كل يوم. وفي يوم واحد الجبنة اختفت. سنيف وسكوري قرروا يتحركوا، وقالوا: يلا بينا نروح ندور على جبنة جديدة. هيم وهو قالوا: لأ، مستحيل، الجبنة لازم ترجع. وفضلوا في مكانهم. هنا بقى القصة تبدأ تبين لنا وجهين مختلفين للتعامل مع الحياة. هيم كان خايف يتحرك، التغيير بالنسبة له خطر، مش عارف هيلاقي ايه في المتاهة. وده بيحصل معانا كل يوم. في شغلنا نخاف نسيب وظيفة مش مريحانا عشان مش عارفين اللي بعدها. في علاقاتنا بنتمسك بعلاقة مؤذية عشان ما نواجهش الوحدة. هو قرر في الآخر يكسر الدايرة، بدأ يتحرك رغم الخوف، واكتشف أماكن جديدة، وبعضها فيها أنواع جبنة أحلى من اللي كان بياكلها زمان. وده اللي بيحصل لما نقرر نتحرك بدل ما ننتظر. بنكتشف فرص ما كناش هنشوفها لو فضلنا واقفين في مكاننا. طب مين فيهم سارة؟ بعد ما نورة حكت لها قصة ال4 أصدقاء دول واللي حصل معاهم، سارة فهمت صديقتها تقصد ايه، وقالت لها: أنا حاسة إن أنا شبه هيم. قعدت أيام أعيط وأقول القرار لازم يتغير وأكيد الشركة هتكمل، بدل ما أقوم أدور على شغل. وساعتها سارة خدت القرار. الأسبوع الأول بدأت تتقبل الواقع، وكتبت في نوتة: الشركة هتقفل ودي مش نهاية العالم. عملت السي في بتاعها بشكل احترافي، وكلمت 5 من الناس اللي تعرفهم من دايرة معارفها عشان تقدم في شركات مختلفة. في الأسبوع التاني قدمت في 3 شركات مختلفة فعلا، وبدأت تتعلم مهارات جديدة، وكمان تطوعت في مؤسسة صغيرة عشان تاخد خبرة. في الأسبوع التالت قدمت في فريلانس بروجكتس، وعملت اجتماعات وشبكة معارف، وفكرت كمان إنها تبدأ مشروع صغير. في الأسبوع الرابع جالها 3 عروض عمل، وقررت تشتغل فريلانس مع بارت تايم جوب. بس المفاجأة الحقيقية جت بعد سنة. سارة بقى عندها شركة تسويق رقمي صغيرة، وبتشتغل مع 15 عميل. دلوقتي بتقول: أحسن يوم في حياتي كان يوم ما الشركة قفلت.
انتوا كمان الجبنة بتاعتكم ممكن تكون اختفت عشان في جبنة أحلى مستنياكم. دلوقتي تعالوا نروح لخطوات عملية ازاي نقدر نتعامل مع التغيير ونستفيد من قصة سارة. أول حاجة اعترف بالواقع، ما تضيعش وقت في الإنكار. تاني حاجة حلل الوضع، ايه اللي ممكن تستفيد منه دلوقتي. تالت حاجة ابدأ بخطوة صغيرة، التغيير الكبير بيبدأ بخطوة بسيطة. رابع حاجة اتعلم من كل حركة، حتى لو خطوة مش ناجحة أكيد هتعلمك حاجة. وفي اقتباس ملهم سبنسر جونسون بيقوله في كتابه: كلما تركت الجبنة القديمة بسرعة وجدت جبنة جديدة أسرع. الحقيقة يا صديقي كلنا عندنا جبنة في حياتنا، ممكن تبقى الشغل، العلاقات، المكان اللي عايشين فيه، أو حتى طريقة تفكيرنا. والسؤال مش هيحصل تغيير ولا لأ، لأن التغيير كده كده هيحصل. فالسؤال هو لما يحصل تغيير هتبقى من النوع اللي بيتشل في مكانه ولا من النوع اللي بيتحرك. وفي الآخر خليكم فاكرين، التغيير مش عدوكم، الخوف من التغيير هو العدو الحقيقي. دي كانت كلمة ونص. لو عجبتك الحلقة شاركها مع اللي بتحبه، واستنى الحلقة الجاية. كل كتاب وراه فكرة، وكل فكرة ممكن تغير.